السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الدرس بتاعنا النهاردة اسمه المنطق واللغة. تمام. طبعا زي ما اتفقنا إن المنطق بيحط لنا قواعد التفكير، صح؟ أو النحو بيحط قواعد اللغة. تمام. فإحنا كده واحدة واحدة مع بعض ناخد أول نقطة: العلاقة بين المنطق واللغة. احنا قلنا المنطق تمام. دوت يعتبر هو ابن عم الرياضة وابن عم النحو. ماشي، فاحنا نعتبر في بينا علاقة قوية جدا بين المنطق واللغة. والنعم. تمام. تمام. اولا المنطق بيدرس التفكير. التفكير. طيب، والتفكير ده احنا بنعبر عنه باللغة. باللغة. يبقى مثلا لو انا بتكلم، تمام، انا وقت بتكلم مع مين؟ هنا جوه عقلي هنا في في فكر، صح تمام. كده؟ تمام. وعندي اللي فين برضو في في فكر برضه. فكر. جميل قوي. يبقى الفكر دوت اللي هو منطق، يبقى انا بفكر بالمنطق، ونفين عندها تمام. فكر بالمنطق. طب احنا لو كل تمام. واحد فينا فكر بس ما فيش بيننا لغة تواصل، يعني البشر عامة ما فيش بينهم لغة تواصل، ده هينفع؟ لا طبعا. جميل قوي. يبقى لابد من وجود لغة لغة تواصل. لغة تواصل. تواصل. حلو قوي. وطبعا اللغة ديت بتبقى انواع، يعني في مثلا لغة اللي هي الكلمات، الالفاظ يعني. وفي اللغة اللي هي البادي لانجوج، لغة الجسد. وفي اللي هي لغة الإشارة والكلام ده كله. تمام. تمام. يبقى إذا تمام. المنطق يدرس التفكير. طيب، حلو قوي. طب بعد ما بنفكر لازم نعبر عن تفكيرنا باللغة. يبقى إذا هنا تمام. العلاقة بين المنطق واللغة واللغة. علاقة وثيقة جدا جدا جدا. تمام. تمام. طيب، لذلك يقال أن اللغة هي الفكر المنطوق. يعني يا نيفين، أنا مثلا قاعد بتكلم كلام أهو، هل الكلام اللي طالع مني ده هو أصلا كان فكر تمام. واتنطق؟ يعني الكلام اللي انا بقوله ده، تمام، هو فكر اصلا جوايا، فكر واتنطق، صح كده؟ تمام. تمام. يبقى اذا اللغة، تمام، هي فكر منطوق. يبقى احنا من المنطوق. شويه لما قلنا ان احنا واحنا بنتكلم مع بعض قلنا جوايا فكر وحصل له طلع منه. يبقى اذا اللغة اللغة دي اللي طالعه مننا ديت هي اصلا كانت فكر. فكر وحصل له لغة. اه، الله يفتح عليك. طيب، ما هو الفكر اللي هو جوه دماغي؟ واحد كده قاعد بيفكر مع نفسه كده، تمام، الاخ اللي قاعد بيفكر تمام. ده، ماشي، جواه في فكر. طيب، الفكر ده بقى اللي جوايا ده، لو انا ما طلعتوش لحد هيبقى في جوايا لغة، صح؟ يعني في كلام في دماغي انا وبس. هل حد سمعه؟ تمام. لو في كلام في دماغي في حد سمعه؟ لا طبعا. يبقى الفكر اللي جوه دماغي وانا عمال افكر كده مع نفسي، تمام، هو في كلام في دماغي، يبقى هو لغة. بس لغة غير منطوق. منطوق. يبقى الفكر اللي في دماغك وانت قاعده كده سرحانه مع نفسك كده، في كلام في دماغك، اللي قاعد جنبك ما هو سامعه. تمام. وضحت؟ يبقى الفكره هو لغه غير منطوقه. تمام. طيب، ولذلك يعرف الانسان، ودي قلناها قبل كده، بانه حيوان ناطق يساوي تعريفه بأنه حيوان مفكر أو عاقل. اه، دي قلناها في اول درس في الفلسفه، صح كده؟ لما قلنا صح. حيوان دي مش شتيمه، ده حيوان دي معناها ان اي كائن حي بيتحرك، لان كلمه أيوة تمام. حيوان جايه من كلمه حياه. تمام. 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 ماشي. ويرى المفكر الاسلامي ابو حيان التوحيدي. فالمفكر الاسلامي ابو حيان التوحيدي يرى أن هناك شبها بين النحو
والمنطق. حلو أوي، يبقى النحو والمنطق في بينهم شبه. ماشي. فيقول لما تلاقي حد بيبقى قريب منك قوي يا نيفين وتقول له انت انا وانا انت، ها يعني معناها ان احنا الاتنين ايه؟ واحد. زي بعض. بالظبط اه. كده. فلما اقول لك النحو منطق دي معناها ان احنا الاتنين حاجة، ان النحو زي المنطق واحد. والمنطق زي النحو. بس تمام. النحو ده يا نيفين بيحط قواعد الايه؟ ها؟ النحو بيحط للغة. قواعد الايه؟ للغة. اللغة. يبقى النحو منطق لغوي. تمام. تمام. يبقى النحو منطق لغوي عشان بيضع قواعد اللغة. شوف قلنا تمام. منطق لغوي يعني احنا جمعناهم مع بعض. ونعكس بقى الناحية التانية برضو، اهو المنطق ايه؟ نحو نحو. عقلي. اه شفت بقى، يبقى احنا قلنا النحو منطق والمنطق نحو، اهو النحو منطق والمنطق نحو. يبقى عايز اقول لك ان تمام. الاتنين قريبين قوي من بعض. ليه؟ لان الاتنين بيضعوا قواعد. النحو تمام. قواعد والمنطق قواعد، بس الفرق بينهم ايه؟ ان النحو بيضع لنا قواعد اللغة، اما المنطق يضع قواعد الايه؟ التفكير. تمام. متفقون؟ متفقون. طب جاوب على السؤال ده كده. ميرلو بونتي. امم الفكرة تمام. تؤخذ من العبارة، والعبارة ما هي إلا الوجود الخارجي للفكرة. اللغة. جميل قوي. ليه؟ لان الفكره هي تعتبر المنطق، صح؟ تمام. والعباره هي اللغه. يبقى مش احنا قلنا احنا تمام. بنعبر باللغه؟ بنعبر يعني ايه عباره؟ ما هو كلمه بنعبر دي تمام. جايه من كلمه العباره. تمام. فلما اقول لك عبر عن افكارك يعني ايه؟ يعني اكتبي لي افكارك في جمل لغويه. تمام. طيب نخش بقى على الدرس المهم. جاهزة. هيا بنا الحدود المنطقيه. الحدود المنطقيه عندنا حاجه اسمها نحو وحاجه اسمها منطق. تمام. 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 ماشي. يبقى عندنا النحو والمنطق. النحو يا نيفين بيتكون اولا من جمل، صح؟ تمام. فالجمله اللي في النحو دي او في العربي يعني عامه، الجمله يعني عندنا في المنطق هي جمله، ولكن تمام. ما اسمهاش جمله. يعني هو اختلاف بس ايه؟ اختلاف مسميات، بس مسميات. يا ترى عندنا في المنطق تمام. اسمها ايه الجمله دي بقى؟ اسمها ايه؟ اه اسمها قضيه. اسمها ايه؟ قضية. قضية. حلوة أوي. يعني هي عادي، هي جملة على فكرة. ما هي القضية هي جملة. تمام. ماشي، بس تمام. جملة خبرية يعني. يعني دي هنتكلم فيها إن تمام. شاء الله في درس، ليها درس تاني برضو يعني. يبقى تمام. الجملة هي القضية. خلاص. طيب تمام. الجملة بتتكون من مجموعة إيه؟ ألفاظ. حلو أوي. الألفاظ في القضية عندنا موجودة، بس ما اسمهاش ألفاظ، اسمها حدود، اللي هو عنوان درسنا. تمام. تمام. ما إيه؟ تمام. حدود. حدود. حتى فوق مكتوب الحدود المنطقية، اللي هو عنوان الدرس يعني. تمام. ماشي. تمام. تمام. طيب الجملة عندك في العربي أو في النحو تتكون من مبتدأ وإيه؟ وخبر. حلو أوي. المبتدأ والخبر عندنا اسمهم إيه؟ موضوع. موضوع و... وإيه؟ محمول. اوكي ماشي. آه. موضوع ومحمول. يبقى المبتدأ اسمه موضوع، موضوع. والخبر اسمه محمول. حلو أوي. هم خلاص مفيش أي اختلاف خالص. طب ما ناخد تمام. مثال كده، عايزين مثال. لو قلنا مثلا، ادي المثال قدامنا، المثال الجميل ده اسمه بيقول ايه؟ ابو تريكة لاعب خلوق. هنا تمام. يعني فين الموضوع والمحمول بتوعنا اللي هم المبتدا والخبر يعني، اختلاف بسيط، بس ان احنا هنا انا بنقسم القضية نصين يا نيفين. بنقسمها ايه؟ نصين. اتنين مفروض. تمام. نص بتكلم عنه، ونص بتكلم بوصف بيه او بحكم بيه.
تمام. انا هنا بتكلم عن مين؟ ابو تريكة. عن ابو تريكة اهو. يبقى انا اهو، بص قسمت القضيه ايه، قسمتها. يبقى انا تمام. بتكلم عن ابو تريكة صح. يبقى ابو تمام. تريكة ده ايه؟ لاعب خلوق. حلو أوي. يبقى ابو تريكة ده بقى ايه، موضوع ولا محمول؟ موضوع. عشان هو المبتدأ صح كده. تمام. حلو، يبقى اللي انا بتكلم عنه او اللي انا بجيب في سيرته ده اسمه موضوع. طب تمام. بحكم عليه بايه؟ بالمحمول. بالمحمول اللي هو لاعب خلوق. تمام. صعبة. هي تتوه شوية. طيب القضية تمام. تاني عبارة عن حتتين. تمام. بلاش اهو جزئين، عبارة عن حتتين، حتة بتكلم عنها وحتة بتكلم بيها أو بوصف بيها. يعني تمام. مثلا لما اقول نيفين طالبة متفوقة. تمام. ماشي، نيفين طالبة متفوقة. ادي اهو نكتبوها. هنا انا بتكلم عن مين؟ نبين اللي هو الموضوع. يبقى نيفين الموضوع. طالبة متفوقة ده المحمول. وطالبة متفوقة ده المحمول. بس كده صعب. لا. طيب نرجع تاني للمثال بتاعنا. اهو يبقى فين الموضوع؟ أبو تريكة. ابو تريك اهو ظهر لك اهو. فين المحمول؟ لاعب خلوق. اهو. طب كلها على بعضها اسمها ايه؟ أنهي؟ الموضوع والمحمول على بعض. اسمه حدود. كلهم اسمهم حدود. حلو، يبقى في حدين صح كده. تمام. يبقى الموضوع ده حد، والمحمول برضه ايه؟ تمام. حد. حد. يبقى انا عندي قضية فيها كام حد؟ اتنين. الله يفتح عليك. يبقى حد بتكلم عنه اللي هو وحد مين؟ بوصف. أبو تريكة. اللي هو الموضوع يعني. وحد اه. بتكلم بيه او بوصف بيه اللي هو. محمول. الله يفتح عليك. خلاص يبقى دي كلها على بعضها اسمها قضية. اسمها ايه؟ قضية. قضية. اعيد تاني. لا كده تمام. ماشي. هو تعدي حتة لما تكوني مية من يعني تمام فيها. تمام. اوكي. لو جيت قلت مثلا القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية. ها. القاهرة عاصمة مصر، عشان ما فيش مكان على الشاشة. فين ماشي. الموضوع؟ القاهرة. جميل أوي. القاهرة هي الموضوع. حلو أوي. طيب. وعاصمة مصر هي المحمول لأن أنا بوصف إن القاهرة هي عاصمة مصر. الله يفتح عليك. نخش على النقطة اللي بعدها. الحد المنطقي يا نيفين عبارة عن كذا نوع. الأول تمام. هنقارن بينهم أو ناخد أنواع الحد الأول من حيث إيه؟ مكتوبة تحت على جنب صغيرة كده، من حيث إيه دي؟ من حيث الكم. الكم. أيوه الكم يعني إيه؟ إحنا خدنا في العربي إن إحنا بنسأل بكم عن إيه؟ الكم اللي هو العدد يا نيفين. تمام. صح كده؟ تمام. ماشي، يبقى بنسأل بكم عن إيه؟ العدد. طيب أنا عندي هنا ثلاثة حدود منطقية في الكم ده. أول واحد اسمه تمام. الحد الإيه؟ الجزئي. الجزئي. تاني واحد. الكلي. جميل. التالت. الجمعي. حلو أوي. حلو أوي. نخش على التركيز بقى عشان نعرف الفرق بينهم إيه. الحد تمام. الجزئي يا نيفين بكل بساطة، بكل بساطة، لما أقول حاجة يعني لفظ على الحاجة أو الألفاظ، يعني لما بص لما أقول لك حد يا نيفين، لما أقول لك حد
مش هيفرق معانا هو لفظ ولا اكتر ولا اكتر، مش فارق معانا يعني لفظ او اتنين او تلاتة، في النهاية اسمه حد منطقي. تمام. فالحد مش لازم يكون كلمة واحدة، لا ممكن يكون كلمة او كلمتين او تلاتة ايا كان يعني. تمام. يعني من شوية لما جيت قلت القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، هو هنا القاهرة كام كلمة؟ كلمة واحدة اللي هي الموضوع تمام. دي. وعاصمة جمهورية مصر العربية ابص، اربع كلمات. فانا مش فارق معايا عدد الكلمات خالص. ماشي. تمام. تمام. فالحد الجزئي ده يا نيفين بكل بساطة هو الحد الذي يطلق على شيء واحد فقط اهو. هو ايه؟ يطلق على ايه؟ على على فرد شيء او شيء واحد واحد بالذات، فقط ولا بالذات يمكن ان يطلق ولا. على غيره. تمام. يعني هو حاجة واحدة وبس، حاجة واحدة وبس. يعني مثلا يا نيفين لو جيت قلت مثلا نهر النيل، ها، اللي انا كتبته ده يطلق على كام حاجة في الدنيا كلها؟ على نهر النيل بس. يبقى حد جزئي، صح كده؟ تمام. لو جيت قلت مثلا هرم خوفو، يطلق على كام حد في الدنيا؟ على هرم خوفو بس. يبقى حد جزئي. وضحت؟ تمام. واضح. يلا اديني خمس امثله بس. انا. اه. انا مش آه طماع، خمس امثله بس. ماشي، انا هألف معرفش. اه احنا عايزين تاليف، ما هو كله تاليف. ابو الهول مثلا. ابو الهول جميل. آه ايه تاني مثلا؟ آه مش برج عارف. مثلا القاهره، او برج ايفل. او برج ايفل، او برج الخليفه. اه. صح، اي حاجه محدده، مثلا نهر مثلا نهر دجله، الامازون. نهر في نهر الامازون. اسمه. اه. صح كده، نهر الفرات، يعني وهكذا تمام. بقى. صح. تمام. يبقى تمام. انت حددت، قلت مثلا النادي الاهلي، حددت النادي الاهلي اهو. طالما حددت حاجه يبقى حد جزء. تمام. ماشي. يبقى دي الامثله قدامنا اهي. اول مثال ايه؟ نهر النيل وهرم خوف. ماشي. تاني مثال هرم خوف. ايه السلام، جبتها مظبوط اهو. تالت مثال ايه؟ النادي الاهلي. رابع مثال؟ برج القاهرة. خامس مثال؟ مدرسة أليكس لايف. اه. سادس مثال ايه؟ فريق فريق أكاديمية غنيم. لا كده تمام، سهلة جدا. طيب ندخل على الحد الايه؟ الكلي. الكل. الحد الكلي بقى يعني فين هو كلمه او حد برضه، بس ما بيطلقش على حاجة واحدة بس، عادي ينفع يطلق على كذا حاجة عادي يعني. يعني تمام. ينفع يطلق على حاجة واحدة وحاجات كتير عادي. ماشي. يعني مثلا لو جيت قلت نهر بس كده، نهر. اه. في أنهار ايه. كتير. صح كده. في يبقى نهر أهرامات يطلق على كتير ايه؟ برضه. نهر النيل ونهر دجلة والفرات والامازون اه. ماشي. فاذا كلمة نهر تعتبر حد كلي. طب ايه تاني؟ ها اديني كمان مثال. والأهرامات. بس ما تجمعيش تقولي هرم. الهرم. هرم حد كلي لانه يطلق على ايه؟ على على اي كذا هرم في حاجة. العالم. تمام. صح كده، مش هرم واحد. ايه اه. تاني؟ آه. يعني نادي الأهلي أو نادي الزمالك. قولي نادي بس. نادي. يبقى كلمة نادي تطلق على اي نادي في العالم. تمام. وعلى فكرة حد الكل دوت يعني فين ينفع فيه اي اسم مكان، اي اسم مكان يخش في حد الكل. اي اسم مكان. تمام. يعني نادي، مستشفى، مدرسة، قلعة، مطار، مول، حديقة. اي حاجة يعني. برج. ماشي. واخد بالك؟
تمام. طيب تعال نشوف مكتوب ايه. يبقى حد الكل هو يطلق على ايه؟ على عدة أفراد أو أشياء يشتركون في صفات معينة، ويمكن أن يطلق على فرد واحد منهم على حده. على حدة لوحده يعني. يعني عايز اقول لك ان على نهر حدة. تطلق على اي نهر، صح؟ تمام. وينفع تطلق على كل واحد لوحده. يعني لما اقول لك النيل ده ايه هتقولي لي نهر. تمام. آه... مثلا بشاور على البرج ده هتقولي لي ده برج، مثلا برج القاهرة اي برج. فينفع يطلق على تمام. كل واحد لوحده. ما زي مثلا كلمة تمام. جندي مثلا تطلق على اي جندي في العالم. تمام. كلمة مدرس، كلمة مدير، كلمة محامي، كلمة دكتور، كلمة طالب، كلمة أب، كلمة أم. أظن تمام. كده واضحة أوي، صح؟ لحد الكل. أو ماشي. عكس الجزء هو. بالظبط كده. يبقى أمثلة زي كلمة نهر، وهرم، وشارع، ولاعب، تمام. ومدرس، ومدير، وهكذا. ممكن نجيب مليون مثال لو عايزين. تمام. إيه بقى الحد الجمعي؟ اللي جمع في واحد بين يقول لك يا الاتنين بقى مستر. تقريبا. إيه؟ اللي جمع بين الاتنين بقى تقريبا. هو الحد الجمعي يعني في ناس بتتلخبط بينه وبين الكل، يقول لك مش كل يعني جمعي. يعني بعدها بص ياخدوها ازاي، يقول لك ايه، مش لما اقول كلمه كل زي ما اقول كلمه جميع. هي لا. دي وجهة نظر صراحة. اه بس ديت بقى ايه في اللغه الصح مش كده. امال ايه؟ تمام. هنا الحد الجمعي لازم جروب مع بعضه يا نيفين. لازم جروب. ما ينفعش كل واحد مم. لوحده، يعني ما ينفعش يطلق على كل فرد لوحده، ما ينفعش. لازم الباكج على بعضه، الجروب على بعضه، المجموعه على بعضها. تمام. يعني مثلا يا نيفين احنا قلنا من شويه ان كلمه لاعب، يعني شايفه كلمه لاعب دي اللي في الحد الكلي. ايوه. قلنا انها حد كلي، صح؟ تمام. عشان بتطلق على ايه؟ على على كذا لاعب. الله يفتح يبقى اذا على اي لاعب في العالم. وينفع تمام. يطلق على كل واحد لوحده عادي. يعني لما اقول لك مين مثلا محمد صلاح ده لاعب، مين كريستيانو رونالدو لاعب، مين ميسي لاعب، مين ابو تريكة لاعب. ينفع يطلق على كل واحد لوحده، صح كده؟ صح. لكن لما يجيب بقى لاعب ولاعب 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 مع بعض اسمهم فريق. هنا انا تمام. جمعتهم مع بعض ولا لا؟ تمام. بس ما اقولش لاعبون، ها. ايوه، ايوه. اه ما اجمعش الكلمة. لا انا يعني بجيب لاعب ولاعب 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 اسمهم فريق. فريق. يبقى كلمة تمام. فريق ده حد ايه؟ حد جمعي. عشان حلو، عشان مجموعة على بعض، صح كده؟ تمام. احنا قلنا من شوية ان كلمة اب حد ايه؟ عد كلي. طب وكلمة ام؟ كلي برضه. طب وكلمة ابن؟ كلي. طب الاب والام والابن مع بعض اسمهم ايه؟ عائلة. الله يفتح عليك. يبقى العائلة حد ايه؟ جمعي. شفت بقى؟ ها. صعبة. لا. او كلمة، او ممكن تقولي اسرة برضو. ها ايوه. اسرة حد جمع. طب لو قلنا يعني. مثلا كلمة قبيلة، اه. صح؟ قبيلة تمشي برضو حد صح. جمع. ايوه صح. طيب لو قلنا مثلا، انا من شويه لما جينا قلنا كلمه جندي يا نيفين، فاكره لما قلنا كلمه جندي؟ اه. طب كلمه جندي دي تعتبر حد ايه؟ كلي. كل. طب جندي وجندي 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 مع بعض اسمهم ايه؟ جنديون. لا. مش احنا قلنا مش هنجمع الكلمه. الكلمه ما بتتجمعش هنا، مش عندنا. ماشي. جندي وجندي 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 مع بعض اسمهم ايه؟ جيش. جيش. شفت بقى؟ يبقى جيش ده حد ايه؟ جمعي. الله يفتح عليك. يبقى قلنا الحد الجمعي يطلق على ايه؟ على عدة أفراد مجتمعين، ولا يطلق على فرد واحد منهم على حد. على حده. على حدة. يبقى خدت بالك الفرق بين الكلي والجمعي ايه؟ ان الكلي يمكن ان يطلق لكن الجمعي لا يطلق. تمام. يعني الكل ينفع يطلق على كل فرد لوحده، الجمع لا، لازم ايه حتى مكتوبه ايه؟ لازم مجتمعين. مجتمعين مع بعض.
ماشي. مثال. اه. جيش، وفريق، وأسرة، وشعب. شعب. اه بص، لو قلنا مواطن يا نيفين، لو قلنا مواطن، حد ايه؟ كل. لكن مواطن ومواطن 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 مع بعض يبقى اسمهم ايه؟ شعب. يبقى الشعب حد جمع. understand. يس. اوكي. وقبيلة ومجموعة. ماشي. 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 طيب. اه نرجع تاني عادي، نعمل ريبلاي. لا، كله زي الفل. على بركة الله. اللي بعدها. بيقول لك اسم العالم يعتبر حد جزئي أم كلي. ايه رأيك في الموضوع ده؟ اسم العالم يعتبر العدد جزئي ولا كلي؟ اللي هو يعني أعتقد كلي. اسم العالم، احنا سميناها علم ليه؟ يعني مثلا لما اقول مصر مثلا يبقى حد ايه؟ حد جزء. صح، مش ده اسم علم؟ اه. طب لما اقول نيفين ده حد ايه؟ بقول مثلا نيفين النهارده اتأخرت على الدرس. انا لما قلت نيفين اتأخرت على الدرس، هل اقصد اي واحدة اسمها نيفين يبقى اتأخرت على الدرس، ولا حد في دماغي؟ لا، حد من مع حضرتك. صح كده. لما اقول مثلا عادل وحشني قوي، هل قصدي على اي حد اسمه عادل في الشارع وحشني، ولا عادل اللي انا اقصده؟ لا، اللي حضرتك تقصده. صح كده، يبقى ده حد ايه؟ جزء. جزئي. صح كده، الله يفتح عليك، مظبوط. يبقى طالما انا الاسم العالم ده انا بقصد بيه حد واحد بس، يبقى هنا لو اسم العالم يبقى حد جزئي يا نيفين. تمام. طيب تعال نشوف كده مع بعض. عندنا حاجتين، حاجة اسمها اسم، اللي هو اسم العالم يعني. تمام. حاجة اسمها ايه؟ صفة. صفر. قال لك اسم العالم ده ايا كان بقى، اسم شخص او اسم دولة ولا اي حاجة، يعتبر ايه؟ وحد جزء. حد جزئي. ليه؟ او لان انا عندما لأن اقول ايه؟ أحمد أو عبد الرحمن، فإن ذهني بيحدد أو ينصرف إلى فرد واحد. اه يبقى انا اقصد شخص ما، يبقى حد تمام. جزئي. تمام. تمام. طيب. تمام. يبقى مع ان هناك ايه؟ تمام. العديد من العديد من الأفراد تطلق الافراد عليهم نفس نفس الاسم. الأسماء السابقة، ولكن اه. ليس لديهم نفس الصفة. اه يعني مثلا عبد الرحمن، بص هتلاقي في كام واحد اسمهم عبد الرحمن في الدولة دي. مليون أنا بقابل كتير اسمهم عبد الرحمن صح. صح، هل نفس الصفات؟ لا طبعا. يبقى ما ينفعش يبقى حد كلي، ما ينفعش. تمام. يبقى مش معنى ان هو اسمه نفس اسمي يبقى هو نفس صفاتي، لا طبعا. ماشي. يبقى اذا لما يجي تمام. اسم حد او اسم شخص او اسم دولة يبقى ده حد جزئي. طب تمام. لو جت صفات، يعني مثلا الصفة ديت، هل انا مثلا بقول مثلا كريم من يكرم ضيفه، يبقى انا هنا تمام. كلمة كريم اللي انا قلتها دي اقصد على شخص اسمه كريم، ولا اي حد بيكرم ضيفه اسمه صفته كريم؟ لا، أي حد صفته كريم. بالظبط. يبقى هنا حد إيه؟ كلي ولا جزئي؟ كل. كلي. يبقى انا هنا يعني لم احدد شخصا ما. انا بقول يا جماعة كريم من يكرم ضيفه، يبقى اي حد بيكرم ضيفه يبقى كريم، يبقى صفة، يبقى حد كلي. تمام. لما تمام. اقول مثلا مثال زي ده، عادل يعدل، عشان دايما المثال ده انا بقوله دايما في الحصص بتاعتي، بين الناس، وقلت عادل من يعدل بين الناس. ما الفرق بين عادل اللي فوق وعادل اللي تحت؟
عادل يعدل بين الناس، وعادل من يعدل بين الناس. هي الفرق من يعني مين فيهم صفة ومين فيهم اسم؟ عادل يعدل بين الناس دي اسم. جميل أوي. عادل من يعدل بين الناس دي صفة. حلو أوي. يبقى مين فيهم بقى لحد جزء ومين فيهم لحد كلي؟ اسم جزئي وصفة كلي. جميل أوي. يبقى احنا قلنا بنحول الحد الكلي أو الجمعي إلى حد جزئي بكام طريقة؟ إشارة. بالثلاثة: آه. إشارة وإضافة وتخصيص. يعني مثلا لو جيت قلت سي مثلا الكلمة دي، فريق. دي حد كلي ولا جمعي؟ جمعي. جمع. ماشي، يلا عايز احولها. قال لك هنا ممكن تحولها بالاشاره. يعني لو جيت شاورت قلت هذا الفريق، يبقى انا كده حددت ولا ما تمام. حددت؟ حددت. صح كده، عشان انا شاورت هذا، ما الاشاره أيوة. دي رسمتها. يعني ما اقول هذا، مثلا اقول لك مين اللي زعلك، تقولي لي هذا الرجل او هذه المراه، يبقى انت حددتي. تمام. صح. تمام. فلما اقول تمام. هذا الفريق اهو. طب ايه الاضافه؟ حددت أنهي فريق. ايه؟ حددت أنهي فريق. بالظبط كده، الله يفتح عليك. الاضافه بقى ان انا اضيف ضمير. انت عارف الضمائر طبعا. أيوه. يعني مثلا اقول فريقي، او اقول فريقك، او اقول فريقنا، فريقهم، تمام. كده يعني. تمام. ماشي. تبقى مثلا ايه؟ فريقي. التخصيص احط كلمة بعدها، تبقى مثلا اقول ايه مثلا؟ فريق الأهلي. طبعا. ماشي. يلا اللي بعدها، عايزين بقى ايه تعملهم لي بسرعة بقى، ها. هذا الجيش. جيشي. ماشي. ما آه. طبعا اي ضمير هتحطيه صح، يعني اي ضمير صح عادي يعني. تمام. التخصيص بقى هنقول جيش جيش مصر. ماشي. انت حددت اهو. ماشي، ها اللي بعدها. هذه قبيلة. اه، خليها معرفة بالالف واللام، خليها هذه القبيل. هذا. ماشي. مم. قبيلتي أو قبيلتهم. تمام. مم. القبيلة العربية أو قبيلة العرب. ماشي. أو. اي حاجة. قبيلة عبس، ماشي. قبيلة قريش، قبيلة اي قبيلة. تمام. مم. هذه المدرسة. مم. مدرستي أو مدرستهم أو مدرستنا. تمام. ها اللي بعدها. هذا المدرس. ماشي. مدرسي أو مدرسك أو مدرسنا. ماشي. مدرس اللغة العربية أو مدرس المنطق أو الفلسفة. ماشي. هذا الكتاب. جميل. كتابي أو كتابهم أو كتابنا. رائع. كتاب المنطق أو الفلسفة أو اللغة العربية أو الرياضة، أي حاجة. الله ينور. هذا البرج. برجي أو برجنا أو برجة. تمام. برج إيفل بقى، برج القاهرة، أي برج. الله ينور. الله ينور. طب حددهم لي بقى الكلمات اللي على جنب دي، هي كل ولا جمعي؟ اول كلمة دي ايه؟ جمعي. اللي بعدها. جمعي. مم. مدرس. كلي. مم. كتاب برضو كلي. تمام. برضو كلي. الله ينور. جميل اهو.
عندنا بقى تقسيم من حيث الحد الموجب والحد السالب، مم. برضو بكل بساطة. الحد الموجب يعني حاجة موجودة، صفة موجودة، تمام، تمام. صفة مثبتة. يعني لما اقول مثلا كلمة حاضر، ده اثبات ولا نفي؟ لا، إثبات. اثبات. لما اقول مثلا في الناحية التانية ليس حاضر، نفي. بس كده. تمام. لما اقول تمام. مثلا ناجح، ديت حد موجب، صح؟ تمام. لما اقول غير ناجح، حد سالب. حد سالب. تمام. تمام. لما اقول مثلا وهكذا بقى. يعني اي صفة تمام. مثبتة يبقى حد ايه؟ موجب. موجب. اي صفة سالبة يبقى حد ايه؟ سالب. سالب. يلا نحل شوية تمارين كده. ماشي. هم. الحد الذي يطلق على وحدات غير محدودة ويمكن أن يطلق على كل جزء منه هو. بقى كل. يبقى كل. الله ينور. هم. الحد الذي يطلق بمعنى واحد على شيء واحد فقط هو الجزئي. هم. الله ينور. قلعة صلاح الدين الأيوبي تعتبر حد جزئي برضه. تمام، عشان انا حددت. طب لو قلت اه، قلعة بس كده؟ هتبقى كل. ماشي. يصنف الحد أسرة كحد، هتبقى جمعي. ليه؟ عشان ما حددناش أو بالظبط هي أسرة ايه، أو طب يعني. ماشي، ما هو احنا قلنا الكل والجمع، في الكل وفي الجمع ما بنحددوش هي أسرة ايه. لو حددنا يبقى جزء، صح؟ اه. طب ايه الفرق بين الكلي والجمع؟ قلنا الكلي كلمة تطلق على اكتر من شيء، زي كلمة نهر تطلق على الدجلة والفرات والنيل وهكذا. لكن الجمع تمام. قلنا لازم يكون مجموعة، صح؟ تمام. يعني تمام. هنا الأسرة مجموعة، انت وبابا وماما واخواتك اسمكوا على بعض أسرة، مجموعة، مجموعة أفراد. تمام. زي ما قلنا الجيش جمعي، قبيلة جمعي، كده يعني. تمام. مم. رؤوف يرحم الناس، رؤوف يعتبر حد جزئي. ماشي. يبقى بكل بساطة اسم حد جزئي، صفة حد ايه؟ كل. كل. ها، اسم حد، جزئي. صفة. كل. ماشي. دي صفة. كلي. الله يفتح عليك. كده انتهينا من درس النهاردة. ماشي. بالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. في رعاية الله، مع السلامة.